ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك تسيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بعمل ايه؟ نعمل باميه بلحمه. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، دي باميه كانت متفرزه ومفرزه معاكم قبل كده، ودي وبصل متقطع وحته ليا. لو مش متوفر ليا ممكن نحط ماده دهنيه اللي انتوا عاوزينها. انا عملت حته ليا هنا وحط عليها شويه زيت طبعا عشان تتسيح. طبعا انا تعبانه، عارفين القولون بيموتني، حاسه مش قادره اخد نفسي، ووجع جامد، ودراعي كمان بيوجعني. الحمد لله. اسيح بقى حته اللي هي كده في شويه الزيت دولت، وبعد كده بقى ايه، هقوم بقى ايه اول ما تسخن بقى كده وريحتها تطلع ايه، هقوم بقى نازله بالقطع اللحمه. ممكن تعملوها بلحمه ضاني او لحمه عادي، مش شرط تكون لحمه ضاني يعني. يا لهوي، كل ما اخد نفسي بحس ان انا بموت. هنا بقى هو نزلت باللحمه على اديها صدمه طبعا، وبعد كده بقى هي غيرت لونها. انزل بقى على بالبصلايه المتقطعه، دول حوالي بصلتين صغيرين متقطعين كده يعني على الايد عادي. واحط بقى هنا التوم، احط بقى كل ده بقى اشوح مع بعض، والريحه تطلع بقى مع اللية واللحمه والبصل والثوم، فالريحه بتبقى ايه اصلا جامده. افضل بقى اشوح فيها كده. معلش طبعا لو صوتي واطي، لاني انا باخد نفسي بالعافيه. ان شاء الله يعني كده على اخر النهار هروح المستشفى، يعني مثلا اعمل اشعه اشوف فيه ايه. انا بقى اشوح، افضل اشوح فيها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما لون البصل يغير وريحه التوم تطلع. وطبعا الطماطم انا كنت حاطه عليها قرن فلفل احمر، عشان طبعا القطه اللي من دول يعني ناشفه وبيضه مش عامله. هنا بقى بس بقولكم مكسوره، عايزه اجيب اصلا طقم من دوت، لان خلاص كده من جوازي يعني، كتر خيره وبقاله 8 سنين اهو بستخدمش الا هو بصراحه. بحس ان هو يعني بحب اقلب بيه الحاجه، فانا ان شاء الله اول ما اخرج كده هجيب طعم على بعضه يعني. هنا بقى هو زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى خلاص هنزل بقى بالايه، بصوا القطه بيضه مش حمرا. ساعات بقى ايه امي بتجيب فلفل رومي اللي هو الاحمر البارد دوت كتير، بقى بتقعد تضربه كتير مع الطماطم يبقى طعمه حلو. فانا طبعا بقى ايه قلت اما اخرج برضه، عشان ساعة العيد ما خرجتش ولا جبت حاجه، هجيب بقى مثلا فلفل من ده لو لقيته بارد. هحط بقى بابريكا دلوقتي، دي بابريكا وفلفل اسمر بس فقط، مش هحط ولا ملح دلوقتي خالص نهائي. هنا بقى كده قلت هوطي بقى عليها واسيبها. ساعتها بقى نزلت على الزيت وطلعت تاني، يعني الجيران عندهم حالة وفاة، فنزلت على الزيت وطلعت. كانت التسبيكة هتشوفها دلوقتي عاملة ازاي. انا حاسة ان سبب الوجع اللي انا فيه ده منها، عشان اتسبكت قوي ايه. بس البامية معروفة ان هي التغذية بتاعتها بتبقى كده كده بقى، تعرفي كده تحبي تاكليها. هنزل بقى بكمية مية سخنة على التغذية، بعد كده بقى ايه كده خلاص بقى هسقط البامية بقى. هي بامية مش كبيرة، صغيرة بس، انا وطيت عليها وسبتها تستوي براحتها. لو كان نفسي بقى يبقى عندي طواجن احطها في طاجن ودخلها الفرن، بس برضه ما عنديش طاجن، بس مشيت حالي يعني. هنا بقى هي خلاص بقى هنا هنزل بالملح، عشان خلاص كده اللحمة ايه داخلة على سوا. وبعد كده بقى هعمل ايه، هجيب بقى اه قرنين الفلفل اللي انتوا شفتوهم دول، اه فتحتهم فتحة كده من النص، هنزل بقى عليهم ايه بمقادي البامية. هي بصوا هنزل بقى عليها كده. دي كانت متفرزة من السنة اللي فاتت يعتبر. الفيديو برضه عندكم كامل على اليوتيوب، كانت زي الفل مفيهاش اي حاجة يعني. كانت حلوة جدا وطعمها مش مغير ولا اي حاجة، ليه عشان كنت مديها صدمة في مية سخنة وكده. الفيديو كامل على اليوتيوب عندكم يعني. يا لهوي ايه،
هنا بقى اهي بصوا بعد ما قلبت كده بصوا كفايه شكلها كده. هي بقى خلاص قلبت اهي. هوطي بقى على النار وهعمل جنبها، ممكن تعمل بقى جنبها رز ابيض او رز بشعريه او رز واحده بواحده، حبيه حبيه. انا هعمل رز بشعريه، مش هعمل كتير يعني، هعمل شويه صغننين عشان في مجموعه عندنا بتحب تاكلها بعيش، وفي طبعا الاطفال مش هيعرفوا ياكلوا بعيش، فاعمل لهم رز. هنا بقى حطيت حته سمنه بلدي على شويه زيت. وبعد كده بقى اهي بصوا بعد ما اسمها ايه الشعريه خدت لون، حطيت بقى الرز اللي انا غسلاه. انا بطلع الكلام بالعافيه والله، ولا اللي كاني حاسه ان انا والده، مش بعمل ايه. وجع وحش قوي قوي، فانا قلت لو فضلت كده يا هروح لدكتور يا اروح المستشفى اعمل اشعه، لان حاسه مش عارفه، ودراعي بقى وجعني وتقيل. هفضل بقى اشوح في الرز طبعا، هكون حاطه له ميه سخنه وهديله بس شويه ملح كده وخلاص. الشعريه زي ما انتوا شايفين هي لونها حلو مظبوط. يا لوي. وبعد كده بقى ايه، هديها شويه ملح. لو حد جرب يعني بعد الشر عليكم طبعا، لو حد عرف سبب الوجع اخد له ايه اكتبولي مثلا وقولوا لي خدي كذا دلوقتي. هذه الباميه كان خلاص داخله على سوا. بصوا دي تنزل القلب، دي تنزل القلب كده وهي بتقلب. والرز طبعا وطيت عليه اول ما تشرب بس اهو. ده كده بقى الشكل النهائي. زي ما انتوا شايفين الرز كان طعمه حلو جدا بالميه على الشوربه. والباميه هي بصوا يعني باميه صغننه جدا، كنت مخليها صغير لوحده في كيس والكبير لوحده في كيس.